لو كان الحب رجلا لخطفته. مش عارف ليه بتسيبيني في اهم ماتش في الماتشات اللي انا هعيشها الفتره اللي جايه دي. ماتش اهلي وزمالك، لا قدر الله ممكن الاهلي يكسب. انت الوحيده اللي كنت هتصبريني على الهم اللي انا كنت هبقى فيه. ليه تطلعوا اشاعه مغرضه ان ديت الحكمه اللي هتحكم المباراه، وكلنا نتعشم ان احنا هنشوفها بشورت او هنشوفها باي حاجه حلوه، وكنا هنتعشم كمان ان لسه في ستات حلوه ماتش قدامك بتتفرج على الماتش. يعني انت بتتفرج بنيتك ان انت تتفرج على الماتش، وهتتفرج على الحكمه وهتظبط الاداء، يعني انت فاهمني. ومراتك قاعده جنبك كل شويه تطرقها، قومي هاتي لي شاي، قومي اعملي لي اكل، قومي اعملي لي اي حاجه، علشان يعني تنسى اليوم اللي انت اتجوزت فيه وتتفرج على حلويات زي دي. النهارده قال لك ان حكم ليبي هو اللي هيحكم. يعني انت من ايطاليا لليبيا في فوارق كتير جدا، ثقافات، امكانيات، حاجات اشراط في خد. انتوا ليه بتضيعوا الفرحه مننا؟ حكم ليبي اسمه معتز الشلماني هو اللي هيحكم ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك. حته ناشفه، هنتفرج على مباراه ناشفه، قلق وتوتر وكده كده، في حاجه ناشفه، يعني حاجه ناشفه بصراحه. ما تسيبونا، ده 90 دقيقه، 90 دقيقه هتمتع نظرك فيهم وهتتفرج على حاجات حلوه. جنب الماتش هيبقى في شد وجذب في المباراه وكلنا متعصبين. هتشوف دي هتقول ياه. عارف انت لما تكون قاعد يا جدع انت في ساونا وتحط فوطه ساقعه وتقعد بقى يح بقى، الدنيا حلوه. ده الاحساس اللي انت كنت هتحسه. انما النهارده جم قالوا لك ان معتز الشلماني هو اللي هيحكم. خلي معتز الشلماني ينفعك، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض.